بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مباراة الزمالك لسه منتهية من شوية، فاز 2-0 على الإسماعيلي. طبعا الإسماعيلي حدث ولا حرج، من آخر 3 فرق في الجدول. مش شايف بقاله موسمين. طبعا عندهم موفقين وكان الله في العون، يعني ربنا يكون في عونهم. وبنسبة كبيرة احتمال يهبط السنة دي، ده محالة. مفيش أداء خالص، ولا في لعيبة ولا أي حاجة تحزن والله بصراحة. ولكن ده الطبيعي، كلنا عارفين طبعا مباراة الزمالك ومباراة الإسماعيلي بتبقى عاملة ازاي، حتى لو الإسماعيلي فايق. طبعا لأنه يا مساعد الزمالك، مفيش اختلاف على الكلام ده. ماشي. ومباراة بيراميدز شغالة دلوقتي، الشوط الأول تقريبا انتهى 0-0. نشوف المباراة الشوط التاني إن شاء الله. واحنا إن شاء الله عندنا مباراة الأهلي بكرة مع سيراميكا، على سيراميكا الساعة 8. نتمنى ان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي، نلعب بقى، نلعب ونفوق بقى. نفسي كابتن وليد صلاح الدين يوري للعيبة الكلام اللي بيتقال من بعض الجماهير، المنافسين والاعلام وكل حاجة. يعني احنا نفسنا اللعيبة تشوف الكلام ده، يمكن يحسوا على دمهم شوية. يعني انا نفسي يمكن يعني ايه، يحسوا على دمهم شوية من بعد اللي بيحصل ومن بعد الكلام اللي بيتقال. يعني احنا مش قادرين نتكلم لان اتكلمنا بما فيه الكفايه، وكلمنا كتير. يا ريت بقى اللعيبه بعد اذنكم تخلي عندكم دم وتحللوا بقى الفلوس اللي بتاخدوها وتلعبوا بقى. واللي مش عاجبه يمشي، الاهلي ما بيوقفش على حد. الله، الاهلي ما بيوقفش على حد. اللي عايز يمشي، اللي مش عاجبه الراتب بتاعه يمشي. اللي بيبص الراتب واحد تاني، لعيب تاني زميله، يمشي. احنا اول مره نشوف الاهلي بالنظام ده، اول مره الاهلي يبدا الدوري بالطريقه دي. عمرنا ما شفنا الكلام ده، ولا شفنا الاداء ده، ولا شفنا البدايه دي. احنا مش متعودين على كده. اللي مش عارف قيمه تيشيرت الاهلي يتفضل. ماتش صعب، ولكن مش صعب على اللعيبه الموجوده. التيم اللي موجود دلوقتي ده، مع احترامي، لو اللعيبه صافيه لبعضها وفي صفه، يعني في صفيان نيه، واللعيبه صافيه لبعضيها وبتلعب، اقسم بالله تكسبوا اي حد. ولكن كل واحد بيفكر في نفسه. فوقه بقى.